المقارنة خلينا نقولوا زروق لا تجوز. لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابلة كي نبداو نلعبوا عندهم أقوى رئيس جامعة في إفريقيا، عندهم أقوى ملاعبية معناها الإفكتيف نتاعو كل يلعب في أوروبا، مدرب معناها كبير. في تونس صارت المقارنة متاع أغزر المغرب كيفاش وأغزر نحن كيفاش. سؤالي ليك، هل تجوز المقارنة لابروش اللي مشاو فيه التوانسة كان نوع ثم شويه غيره انه اغزر المغاربه كيف اغزر كيف ناسيونال نتاع المغرب كيف اغزر نحن كيفاش. هل تجوز المقارنه ولا هل عندنا نفس الملاعبيه ولا هل حضرنا نفس تحضيرها ولا هل عندنا نفس المدرب؟ هات نخرجوا ونقولوها بكل شجاعه، هل عندنا نفس لي بارامتر هذوما وهل تجوز المقارنه؟ شوف كي انت تحب تقارن، عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها الافكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، مدرب معناها كبير يعني يعرف المنتخب المغربي، يعرف ايش قاعد يعمل، عمل معناها فريق، عمل منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره. توانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا، هي والسعوديه من افضل البطولات. الناس قاعده تخدم على الرياضه التونسيه، ما نجيوش احنا ليله صلاله ونحبوا هكا الكره. الكره راهي تكون فما تكون راهي متسطر، تعرف شنو تعمل بالضبط، تعرف شنو تعمل، تعرف شنو تمشي، تعرف شنو المدرب اللي تجيبه، تعرف الملاعبيه اللي تجيبه من اوروبا. يعني المغرب عنده اوكي كمال من الملاعبيه يلعبوا في اوروبا، لكن هو جاب افضلهم. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطوله المغربيه والا نتاج البطوله المغربيه؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ عندنا القماش هذا مش ما عندناش، بعاد ياسر عليه. نحن عمار ميم با عندنا الربع نتاعو ولا الثمن نتاعو ياسر بعاد على الرشمه اذا كان نجمو نقارنوا بالمغرب. علاش نحن بعاد؟ شوف اولا خلينا نقولوا احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغاربه عندهم برشا ملاعبيه معناها تلعب في على مستوى عالي. احنا كي تشوف المستوى العالي اللي نلعبوا فيه ابار الصخيري يلعب في كولن في البوندسليغا، اعطيني ايش عندك؟ ما عندك حد شيء. يا ودي عندها ناس تلعب في البي اس جي، عندها ناس تلعب في اجاكس، عندهم ناس يعني. احكي لي في الصخيري وفي كولن وفي المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز. لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندك شيء عندي وبرا، الناس الريتم تك 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 وناس تجري وناس تقاتل كل كوره يموتوا عليها، والكونترول الصحيح والتكنيك الصحيح مش كيف واحنا ما اخذين الكوره ما درنا ما تلانسا الاخر طلع دروا من غادي باش يسنتر كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح احسن كان بوتو. طريقه التعامل يتكلموا نفس اللغه، عمار متواصلين مع بعضهم، يعرف خلفيه التفكير نتاعو، يعرف كيفاش يمس فيه الوطنيه، يعرف كيفاش يحفزه، يعرف كيفاش يقول له رانا فرد كاليبر انا وياك، راني انا زاد كنت لاعب ونجم ونعرف كيفاش نعامل النجوم، واليوم انا النجم الاوحد. اليوم المغرب اللي نحب نوصل له انه هذه النتيجه كان لابد انه يوصلها. يعني انا نختلف مع الناس، لولا المغرب ما قدمش الوجه هذا باش يكون فشل. عمار وقت اللي قال راهو نبدلوا المراول تلقاه منتخب برازيل ولا منتخب الارجنتين، وتتذكر كلمه الايمان اللي هبطت قلت لك راهو المغرب بشويه ايمان راهو قادر انه يمشي لقدام. ايمان وتقوى شويه ايمان صحيح، شويه ايمان بالمكتسبات، شويه ثقه في النفس نتاعو في مدربه في لاعبيه ينجم يمشي لقدام. يعني عمل منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره. توانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا. انه حان الوقت للمنتخب الاوروبي هذايا، المنتخب المغربي الاوروبي على مستوى اللاعبين وحتى على مستوى فكر المدرب، لانه وليد الركراكي كي تحل شويه تلقاه اللي هو خريج المدرسه الفرنسيه بامتياز، سواء وقت اللي كان لاعب تدرج في مختلف وعديد الفرق الفرنسويه ولا وقت اللي كان زاد لاعب المنتخب المغربي لمده 9 سنوات كان هو لاعب ناشط في البطوله الفرنسويه، وحتى كي رجع حديثا لانه التجربه حديث العهد بتجربه التدريب ده في 2014 تجربه التدريب اللي قادته الى الوداد ثم الى المنتخب المغربي. ايفوليسيون استثنائيه قام بها من الفتح الرباطي ثم الوداد والتتويج بالتشامبيونز ليج ثم المنتخب المغربي. لو او نيفو موجود عند وليد الركراكي ملي كان لا ان اصبح مدرب. المكتسب اللي نحكيو عليه الارث الثقافي الرياضي الكروي موجود عنده. شوف وين تكون على يدين شكون، فين التلمذ، فين كان موجود. التجربه الدوليه ليه كلاعب وعمار يعرف 9 سنوات في المنتخب المغربي
تكسبوا رؤية جديدة لكيفية التعامل في المسابقات القارية المغرب القوية والعالمية نتاع حاجي وكاماتشو وكل ليكيب هذيك. يكون بعد كي باش يجي هو بيجي الباب المدرب باش يستحضر كل الافكار هذيك، وحتى في التعامل مع اللاعبين. علاش قلت لك انا منتخب اوروبي، طريقه التعامل يتكلموا نفس اللغه، عمار متواصلين مع بعضهم، يعرف خلفيه التفكير نتاعو، يعرف كيفاش يمس فيه الوطنيه، يعرف كيفاش يحفزوا، يعرف كيفاش يقول له رانا فرد كاليبر انا وياك، راني انا زاد كنت لاعب ونجم ونعرف كيفاش نعامل النجوم، واليوم انا النجم الاوحد. اليوم المغرب اللي نحب نوصل له انه هذه النتيجه كان لابد انه يوصلها. يعني انا نختلف مع الناس، لولا المغرب ما قدمش الوجه هذا باش يكون فشل، لانه المغرب منتخب اوروبي. اما عمار وقت اللي قال راهم بدلوا المراول تلقاه منتخب برازيل ولا منتخب الارجنتين. وتتذكر كلمه الايمان اللي هبطت، قلت لك راهو المغرب بشويه ايمان راهو قادر انه يمشي لقدام. ايمان وتقوى. شويه ايمان صحيح، شويه ايمان بالمكتسبات، شويه ثقه في النفس نتاعو، في مدربه وفي لاعبيه. نشوف بونو راهو الحارس الاول للمنتخب المغربي مش في الدوره ذي على 200 سنوات، حارس متمكن. اللي نحب نقوله نهايه بخصوص المغرب انه ثم استثمار كروي حتى على مستوى اقناع اللاعبين باش انه يجيوا ويلعبوا معاك. وفره المغرب استرجع نفسه، خاصه وانه مليوش برشا عمار. اون 2022 خرج من الانكار دو فينال في المسابقه الافريقيه، وضد شكون؟ ضد المنتخب المصري، منتخب كيروش في الفتره هذيك 2-1 1-1 ومن بعد 2-1 في ضربة جزاء ولا لا يظل يمشيو، لا مشاو 2-1 2-1 النتيجه. تذكر وقتها بوغا واللي هو منتخب مغربي عريق. اللي لوزيتش تنحى، جا لقيت وليد الركراكي. يعني ثوابت موجودين واستراتيجيه نتاع ثم قناعه السلطه بانه لابد من الاستثمار في